اتفضل اتفضل يا استاذ عبد الرازق، اتفضل يا متر. بسم الله ما شاء الله. دي بقى يا سيدي الأوضة اللي الأستاذ قال نخصصها لك. ما شاء الله ما شاء الله. ده فيها تكييف. ما هو الأستاذ ما بيحبش في مكتبه شخصيا التكيف، لكن في مكاتب الزملاء المحامين بيحط لهم تكيف. ها، ايه رأيك بقى في أوضتك وفي مكتبك؟ ما فيش بعد كده. اتفضل اقعد على مكتبك، اتجعز، جرب جرب، ربنا يجعل دخلتك علينا دخلة سرور وحبور وزباين بالكوم، دخلة بدون باسبور. حلوة، حكم انا شاعر عتويل. حلوة. قول لي حضرتك. نعم. انت عملت يا ابوني؟ من هنا للبلد يعني؟ ايوه. لا انا بركب العربيات الاجرة. المشوار بعيد بين بلدكم والقاهرة؟ بعيد جدا، لكنني متعود عليه من ايام ما كنت في الكلية. ربنا يوفقك ويقدرك. دقيقة واحدة هجيب لك الشغل. ماشي. اتفضل يا استاذ عبد الرازق. ايه ده؟ كل الدوسيهات دي يا سعاد افندي؟ ايه يا اخي، انت هتتعب من الاول؟ لا بالعكس انا بحب الشغل جدا يا سعاد افندي. يا استاذ ما تقولش يا سعاد افندي. سعاد افندي لا، افندي دي بطلت من ايام الساعه ام كاتينا. وكيل المحامي ما عادش اسمه افندي، واحده من اتنين، يا تقول لي السيد سعاد يا تقول لي يا استاذ سعاد. وانا في الحقيقه افضل تقول لي يا استاذ، لان السيد دي بنشترك فيها احنا والميكانيكيه والسباكين وموظفي الحكومه، وانا احب الخصوصيه. على فكره دمك خفيف وصاحب علم وفراسه. حلوه. اسيبك بقى تدرس الدوسيهات التي امامك على مهل وفي تمعن، وهبعت لك قهوه على حساب الاستاذ. على فكره كل المشاريب هنا على حساب الاستاذ. القهوة يا عبد الرازق افندي. طيب. ولو اني يا اخويا كنت بقول بلاش القهوة في انصاص الليالي دي مش كويسة على الصدر. طب وبيقولوا والعياذ بالله. انا هشرب قهوة في الوقت اللي يعجبني. طيب يا عبد الرازق افندي اللي تشوفه يا اخويا. العيال نامت؟ ناموا يا اخويا نوم العوافي. طب ما تقوم انت كمان تنامي. ما انا قاعدة معاك، هو انا في ديك الساعة؟ الله، طب ما تقومي تقعدي على الكنبة قاعدة على الارض ليه؟ ما انا بحب اقعد على الارض عشان ابص لك لفوق، تبقى فوق راسي يا تاج راسي. استغفر الله العظيم من كل ذنب. عبد الرازق، هو انت يا اخويا ما بتروحش المدرسة اصله؟ انا استقلت، سبت المدرسة. سبت المدرسة وراتب الحكومة؟ مش عايز راتب الحكومة يا اخويا. شغلة المدرسة دايمة، اذا كنت بتتسلى في مصر عند الراجل المحامي ده حاجة تانية. تسلى؟ انا بشتغل محامي، اسمها بتسلى؟ عشان يعني مش حكومة. حكومة ايه؟ ده ممكن يجي عليا وقت القضية الواحدة تبقى قد مرتب الحكومة 10 سنين. يعلي مراتبك يعلي مراتبك يا عبد الرازق افندي يا ابن استيته. معلش المرة دي سامحني، لازم اقول الدعوة كده عشان تتكتب عند ربنا. فيش فايدة معاكي. بس هي الحكومة يعني ما ادتكش معاش ولا حاجات من دي؟ انا مش عايز من الحكومة حاجة. طيب يا اخويا طيب، ما دام انت عارف بتحط رجليك فين خلاص احنا معاك، على الخير معاك وعلى الجوع معاك، ما تفرقش معانا ما دام انت بخير وقدامني. لو اني يعني كنت بقول نمسك العصاية من النص تروح عند الراجل المحامي ده شوية، وادي انت مدرس الصبح. أنا خلاص استقلت. هترشح نفسك في الانتخابات؟ انتخابات ده ايه اللي جاب اللي بقولهولك ده للانتخابات؟ اصل سيد عبد الرحمن كان مرشح نفسه وبيقول على نفسه استقل. اللي بتقولي عليه ده مستقل، مرشح نفسه مستقل، دي غير دي خالص، فاهمة؟ فاهمة يا اخويا، منك نستفيد يا عبد الرازق افندي. عبد الرازق افندي يا عبد الرازق افندي؟ انا ما اسميش عبد الرازق افندي يا جهلة. غيرت اسمك يا اخويا؟ ما غيرتوش، بس ما تقوليش عبد الرازق افندي. امال اقول لك ايه؟ قولي لي يا استاذ. استاذ ازاي؟ هو انت بتقرا على التراب؟ هو اللي بيقرا على التراب اسمه الاستاذ؟ ايوه يا اخويا، هو انت ما تعرفش ولا ايه؟ مش خليل الواد الضرير ابن عيشه بتاعت الفجل لما حفظ القران قالوا له يا استاذ؟ مالكيش دعوه، انت تقولي لي يا استاذ وخلاص، فاهمه يا اخويا. حاضر يا استاذ. قومي نامي بقى عشان اخلص الدوسيات اللي ورايا. ما انا قاعده يا اخويا اهو، ده انا حتى وشي حلو عليك، لما كنت بتذاكر قدامي كنت بتنجح لحد ما خدت الليسانس بتقدير عشت.
التقدير ايه؟ عشت. هما بيقولوا عليه ايه؟ التقدير انك حلوة قوي كده. طيب يا اختي طيب. هايل هايل، شغلك ممتاز يا استاذ عبد الرازق. انت هتتقدم بسرعه كبيره جدا، بتكتب مسوده مذكره ممتازه. اشكرك يا فندم، اشكرك عن اذنك. على فكره ما تنساش تقبض مكافئتك الشهريه، انا حددتها لك بمعرفتي، و3 4 اشهر وهطورها لك. انا ما ببصش للفلوس يا فندم. كمان ده انت عظيم. تعال يا استاذ علشان اقبضك اول ما هي. ما هو الاستاذ قال لي. اتفضل. ايه ده؟ كام دول؟ 200 جنيه. 200 جنيه؟ يا سعيد، يا احلام، يا سلامه، اصحوا يا عيال اصحوا. في ايه ياما؟ الفجر جدا وببص على فرشة ابوكم ما لقيتوش، ابوكم ما جاش. ما جاش؟ يا ترى حصل له ايه؟ ما تخافيش ما تخافيش ياما، يا ترى ايه اللي جرى؟ يمكن بيصلي الفجر ياما. بيصلي ايه؟ فرشته مترتبة. رايحة فين ياما؟ راح اشوف ابوكم. هتخرجي لوحدك ياما في ساعة زي دي؟ فين الطرحة؟ اجي معاكي ياما. خليكم انتوا قاعدين وسيبوني في حالي. استر يا رب، اجعل منع خير يا رب، ربنا ما يورينيش فيك حاجة وحشة يا عبد الرازق يا ابن ستيتا، استر يا رب. فين العمدة؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، صباحنا صباح الملك لله، مش تقولي صباح الخير الأول؟ فين العمدة يا شيخ الغفر؟ العمدة ناي. صحي. ايه حريقة في البلد؟ ألعن. عيلة نقراش بتقتل في عيلة رشيد. أنا مال أنا ومال نقرشي ورشيد، أطيع الكل. أمالها صح العمدة ليه؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا، ولا تحمل علينا مش ده إصرا صوت كما العمدة ده؟ حملته على استني الذين استني يا زاهي. صدق الله العظيم. مين يا علي؟ دي زاهي يا حضر عمدة. صباح الخير يا عمدة. صباح الخير يا زاهي، مالك؟ جودي يا عمدة. لا حول الله يا رب، إنا لله وإنا إليه راجعون، ده كان لسه صغار. فلا الله ولا فلك يا عمدة. أمال في إيه؟ واحدة جاية لي الفجرية بتعيط على جوزها، يبقى فيه إيه؟ ضربك علقة وكسر لك ضلع؟ يا عمدة اسمعني. ما هي البلد دي من صباحية ربنا ما يجيليش منها غير الدوشة ووجع الدماغ. نعم فيه إيه؟ ما جاش جوزي، ما جاش يا عمدة. ما جاش من إيه؟ ما جاش من مصر. طب وانا اعمل ايه؟ اروح استناه على المحطة، اجيب منادي واخليه يلف مصر على 10 مليون بني ادم يقول يا اللي شاف جوز زهيه. جرى ايه يا عمدة؟ هو انا مش عارفة اكلمك ولا ايه؟ يا اخي انت قول الامر، وقولي الامر دول لازم يبقى بالهم طويل ويسمعوا وجعة الناس. ده سيدنا عمر بيقول انا مسؤول عن الدابة في الشام ان عترت رجليه. تقوم انت مش عايز تسمع وجعة واحدة من ناسك واهلك؟ اخصى عليك كده يا عمدة. عيب يا زاهي لما تكلمي حضرة عمدة بالطريقات. نقطنا بسكتك انت كمان. الله الله الله، انت هتسيبي العمدة وتمسكي فيا ياني؟ هو اني البردعة؟ جاتك البلا فيك في غباوتك، لما انت تبقى انت البردعه ابقى انا ايه امال؟ أيوه. تيجي تكحلها تعميها جاتك الغم. ياني مش قصدي حضرة عمدة، على قد تفكير يعني. خلاص سيبنا المشكلة ودخلنا في البردعة والحمار. انت شادة كده ليه يا زهي؟ عندي حق يا عمدي، عندي حق. انت راجل مصلي وعارف ربنا كويس، ما تستهينش بوجعة الحرمة اللي زيي. لا حول الله. اقعدي اهدي مش اقعدي قاعدة. اقعدي. ما تقعدي بس، اقعدي. انا هعمل ايه في حالة زي دي يا زهي؟ وانا عارفة، وانا كنت عمدة. هو العمدة مسؤول عن كل راجل يغيب يجيبه؟ راجلي يا عمدة، هاتلي راجلي. طب اقعدي اقعدي بس اقعدي. الله يلعن اليوم اللي اشتغلت فيه الشغلانه دي. شدي تليفوني يا على المركز، خليهم يعملوا نشره في الاقسام والكراكونات والمستشفيات واللازم منه. فلا الله ولا فلك يا عمدة. انت عايز جوزي يدخل مستشفى ولا يمسكوه في كراكون؟ يا بنت الحلال انا بعمل اللازم. هنسال يا جهله. الله يسامحك، واحدة ملهوفة على جوزها وتتشتم كمان. يلا يلا اقف كده ليه؟ حاضر يا عم. اما فيها ايه يا سعيد؟ ابويا جه ياما. يا ما انت كريم يا رب، وكويس وبصحة. ايوه ياما، ولابس بدله جديده كمان. طب يلا يلا